يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش. قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش. قولوا لها معلش يا أمي أموت أموت وبلدنا تعيش. أمانة تبوسولي ايديها وتسلمولي على بلادي. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. أسدل الستار صباح اليوم على مسرحية هزلية من يومها الأول، وقالوا لنا محاكمات واليوم قالوا لنا أحكام. كلكم يتذكر أنه في الجلسة الأولى لمرافعة النيابة قال وكيل النيابة للمحكمة في الجلسة الأولى لم يتعاون معنا أحد في جمع الدليل. إذن النيابة تعلم من اليوم الأول أن القضية ليس فيها أدلة من اليوم الأول. اليوم القاضي يقول خلت الأوراق خلت الأوراق وخلت الأوراق، والنيابة قالت لنا من اليوم الأول خلت الأوراق وخلت الأوراق. إذن ماذا كنا نفعل؟ مسرحية هزلية لإلهاء الناس أم لاستهلاك الوقت؟ ماذا كان يحدث؟ القصة ببساطة شديدة حتى تعلموا أن هذه القضية التي أحيلت لا تمثل جزءا صغيرا من الحقيقة. الحقيقة مسرحية شكلية اسمها المحاكمات ليرضى الناس، ثم حكمين بالإدانة على الكبار، ثم يطعن عليه بالنقد، ثم يلغى في محكمة النقد ويخرج المساعدون وتعود الفساد من جديد. أنا بحبك يا بلادي يا بلادي